صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل النهارده الكبسة بطريقتي وخفيفة، لا حلوة مش خفيفة، لا هي مش خفيفة خالص. هنجيب بسم الله، هنجيب حلة كبيرة نحط فيها شوية زيت ومعلقتين سمنة. ما نكترش لان اللحمة الضاني بتنزل كتير قوي دهون، فما نكترش. ادينا اهو. وهنجيب البهارات، هنجيب معلقتين كاري على معلقتين كركم على حبهان على الليمون على قرنفل مطحون، بيبقى حلو قوي القرنفل، فحطيه مطحون وريحي دماغك عشان ما يجيش تحت اسنان حد، فاهماني. نجيب بصلتين كبار مفرومين في الخلاط او في الكبة بتاعتك زي ما احنا كده شايفين. ننزلهم في النار كده، بننزل الاول التوابل عشان تدي ريحه حلوه، وننزل وراها بالبصل على طول. تاخد تشويحه حلوه كده في السمنه والزيت، ونكون بشرين برضو جزرتين. كل دي حاجات حلوه بقى مغذيه، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو كلهم مع بعض. نديهم تحميره حلوه في الزيت كده، التشويحه تبقى حلوه وبيدوا ريحه حلوه قوي قوي زي ما انت شايفه. بصي راس توم صغيره برضو دي ده فرمينها في الهون، فاهماني. الريحه ما اقولكيش بقى. نحطهم على جنب كده، نلمهم من الحله نحطهم على جنب في الحله برضو، ونرش شويه زيت صغيرين تاني وننزل عليهم باللحمه. انا اللحمه دي فيها عظم، يعني لحمه ضاني وفيها عظم، فاهماني. فهديها بس تشويحه كده معاهم عشان ياخدوا الطعم مع بعض. هل تتخيلي بقى طعم اللحمه دي زي ما انت شايفه فيها عظم اهو. طعم اللحمه بقى لما يمشي يدخل مع البصل والجزر والتوابل دي، لا الموضوع كبير يعني، فاهماني. زي ما انت شايفه نديهم تشويحه حلوه. هي اكله الحله الواحده، يعني حله بتحط فيها كل حاجه، لازم تكون حله كبيره، فاهماني. نقلب تقليبه حلوه كده، نقلب على النار شويه، يعني نفضل نقلب شويه كده، فاهماني. هتبقى حلوه لما بتتقلب شويه، ما بنحطش الميه على طول، بتبقى حلوه. 3-4 قرون فلفل. لو بتحب الشطه، فاهماني، ما بتحبش الشطه حطي واحد بس كفايه. فلفل اسود وكمون. البتاعه دي جميله قوي يا جماعه، والله حلوه قوي البتاعه دي بتاعه التوابل دي جميله. بس نقلب تقليبه حلوه كده تاني. الفلفل بيدي ريحه حلوه قوي كمان قوي. ننزل بميه سخنه من الكاتل بتكون بتغلي عشان تدي تسويه بسرعه يعني. زي ما انت شايفه نقلب، بنحطش كميه كبيره، شويه شويه، علشان لما بتاخد ميه قليل وتشربهم اللحمه بتبقى طعمها احلى على فكره كتير جدا، غير لما تحط كميه كبيره وتستوي فيها. لا شويه شويه، فاهماني. هي كده دخلت تقريبا في السوا بسيط، نسبه 50% مكعبين مرقه. انا بشر حوالي كيلو طماطم، بشراه او فرماه خشن، فاهماني. ما حطيتوش في الاول لان الطماطم بتخلي اللحمه ما تستويش بسرعه، فانا سويتها الاول في الميه وبعدين نزلت عليها بالطماطم المبشوره. غسله الرز وحطها على جنب بالظبط كده زي ما انت شايفه، عشان بيقلل في وقت السوا. لما بتنقعي وتغسليه وتحطيه على جنب شويه بيقلل في وقت السوا. دلوقتي نبتدي نحط الملح. انا مكنتش حاطه ملح طبعا عشان عارفين اللحمه تستوي بسرعه. هنحط الملح بقى اللي هيحيق الاكله يعني. بس فلا الوصفه ان شاء الله تعجبكم، واللي بيحب الرز بسمتي عامه وبيحب الوصفه دي هي ان شاء الله هتعجبه. ما بحطش مكسرات لان ولادي ما بياكلوش المكسرات خالص عليه، فحرام يعني نجيبه على الفاضي. خلاص اللحمه تقريبا استوت بنسبه 70%. هننزل عليهم بالرز، نكمل بقى السوا كله مع بعضه. بعد كده نزود ميتنا. لذيذة وحلوة وان شاء الله تعجبكم باذن الله. نقلب، ندخل كل المكونات بقى في بعض خلاص كده زي ما انت شايفة. بنوطي النار
خالص، وسيبه بقى ايه يتشرب الرز وكله يدخل في بعضه. شايفه المنظر؟ منظر حلو قوي، جميع حلو قوي، والريحه كمان حلوه قوي. تشويحة البهارات في الزيت الاول بتدي طعم مختلف. زي ما انت شايفه اهو استوى. معلش بقى الفيديو اللي بحط فيه الرز وبفضيه مش موجود للاسف، ما كانش الموبايل بيصور. بس زي ما انت شايفه اللحمه مستويه جدا جدا وسخنه جدا وحلوه جدا. اللحمه طعمها احلى كمان من الرز لانها واخده طعم البصل والجزر والتوابل. لا الطعم حلو جدا بتاع اللحمه بصراحه، والرز بس هي اللحمه طعمها احلى بامانه، حلوه جدا. ناكل ونغذي نفسنا بقى، فاهماني؟ كلي كده واشبعي، مالكيش دعوه برجيم. الناس اللي بتعمل رجيم مالهاش دعوه بالطبق ده. مالكيش دعوه خالص بالموضوع ده. ممكن شويه صغيرين كده، معلقتين 3 على نفسك بس. زي ما انت شايفه اللحمه مستويه جدا بس سخنه جدا وحلوه جدا جدا. اللي ما بيحبش اللحمه الضاني ممكن يحط لحمه عادي، لحمه عاديه بقى، بلاش اللحمه الضاني. واتمنى الوصفه تعجبكم. زي ما انتم شايفين دايبه فعلا، دايبه جدا ما شاء الله. يعني الوصفه تعجبكم، واتمنى الاشتراك واللايك، وما ننساش نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام.